كيكة الأربعة 3 2 1 1. هيدي الكيكة اللي كتير منكن طبقوها من كام سنة بس نزلتها على قناتي. اليوم عم برجع أعملها معكن. هلأ عطلة وكتير مناسب تعملوا هيك كيكات سريعة وطيبة لعائلتكن ولولادكن. هيدي الوصفة متعلمتها من أمي الله يرحمها، والعيلة كلها كمان تعلمتها منها، لهلأ بعدنا منعملها. كتير طيبة وسريعة وناجحة. وضروري هيك كيك يكون في جنبه فنجان شاي ساخن. دايما قبل ما تبلشوا بالكيك جهزوا القالب. أنا بحط عليه شوية زبدة من فوق شوية طحين. بنفض الطحين بهيدا الشكل حتى أتأكد إنه توزع على القالب بالكامل، وبتشيلوا أي طحين زايد. وهلأ بدنا نبلش بالمكونات الجافة. بوعاء على جنب نخلو 3 أكواب من الطحين. ونحن عم ننخل الطحين منضيف فوقن ظرفين من البيكنج باودر وزن ظرف 10 جرام، أو بتحطوا ملعقة ونص كبيرة بيكنج باودر. إذا ما خلطتوا البيكنج باودر منيح مع الطحين بيصير عندكن هول فراغات الهواء الطويلة اللي بتلاقوها بالكيك بس ينخبز. هيدا دليل إنه البيكنج باودر بيكون منخلط منيح مع المكونات الجافة. وهلأ بوعاء بدنا نحط المكونات السائلة. 4 بيض بحرارة الغرفة. منضيف برش حامض أو برش ليمون، نتجنب الجزء الأبيض. ومنحط ملعقة كبيرة من سكر الفانيليا. وهلأ بدي أخفق ل5 دقايق لحتى أشوف البيض قوامه كريمي. بهيدي الطريقة أنتو عم تخلوا هوا ينحبس جوا مع البيض، وهيدا الشي بيخلي الكيك عندكن يرتفع أكتر. السرعة تاعت الميكسر تقريبا أعلى من النص بشوي. ضلني أخفق للاقي البيض صار مثل الكريمة. وهلأ بدي أضيف كوبين من السكر. شوفوا حأسبقكن لأنه في كتير منكن حيقول ليش 2 كوب من السكر. هيدي الوصفة إلنا كتير منعملها. 2 كوب سكر بتيجي على القد فيها، ما بتطلع الحلاوة أبدا زايدة. هيدا كيك كبير مش كيك صغير، بيطعمي عدد منيح من الأشخاص. السكر بتروح جزء كبير من حلاوته مع الطحين والبيض. وكمان السكر هون حيساعدكن كتير يتكرمل الكيك، بيحافظ على المي اللي جوا الكيك، وبيمنع الجلوتين من انه يتشكل، فكتير بيأثر على القوام النهائي. فمشوا على الوصفة مثل ما عم قلكن، وأنا بأكد لكم حتحسوا الكيك إسا بينزد له صوص فوقه، فما تاكلوا هم أبدا. هلأ بدنا نخفق السكر والبيض لحتى يمتزج السكر، تحسوا إنه داب جوا البيض. تقريبا خفقتهم شي 3 دقايق 4 دقايق. ومن بعدها هلأ بدي أضيف كوب من الحليب، كوب من الزيت النباتي. خفقهم شوي مع بعضهم لحتى يمتزجوا. ومن بعدها بدنا نضيف المكونات الجافة، الطحين اللي مخلوط معه البيكنج باودر. منضيف نص ومنخلط شوي، بنرجع منضيف النص التاني. كل الكيكات بنتجنب الخفق الكتير بعد ما ينضاف الطحين، لأنه ما بدنا نشكل الجلوتين، بدنا نخلي الكيك طري وما يصير قاسي. منضيف هون ملعقة كبيرة من الخل الأبيض والنص التاني من خليط الطحين والبيكنج باودر. دايما قبل ما نشغل المكسر مندورها شوي هيك من دون تشغيل تما تنفض بوجنا. نخفق آخر خفقة. مجرد تشوفوا الطحين امتزج مع الخليط بشكل كامل بتوقفوا. السرعة هون مش كتير قوية، بخليها خفيفة بس بدي خليهم يمتزجوا سوا. هيك قوامه لازم يكون، وتأكدوا انه ما في طحين علقان من تحت. وهلأ منصب الكيك جوا القالب. أنا عم بستخدم هيدا القالب لأنه دايما بحب جرب أنواع وشركات، بس أنا بنصحكن دايما قوالب الألومنيوم الفاتحة للكيك بتضلها هي التوب. منفوتها هلأ على فرن محمى درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل. بعد شي 10 دقايق نوسوا النار شوي لأنه هي بتعلى عن 180. بده تقريبا 45 ل 50 دقيقة بيكون جاهز. انتو بتشكوا الكوردون فيها وبتشوفوها إذا نظيفة. هيدا الكيك إجمالا ما بحتاج حمره من فوق، في حال احتجتوا تحمروا بعده عن النار، يعني ما يكون قريب على النار من فوق مشان ما يعطيكم بقع سودا على الكيك تنزع شكله. وهيك الكيك استوى وصار جاهز للتقديم. أنا دغري بقلبه ما فيني لا أنطر ولا شي، باكله هو وساخن أطيب شي. غرامي الكيك الساخن. كنت قبل هيك انطر وطول لقطع وهيك، خلص بس تاخد الايد على الشغله بتصير وما بتمشي على القواعد. دغري قدموه هيك واستمتعوا بطعمه. شوفوا ما شاء الله شو رافق، ومن جوا لونه بشهي. هيدا الكيك ما شاء الله بيعمل عدد قطع منيحة لأنه مرتفخ، فكل قطعة ما شاء الله شبيعة، يعني بتعملوا للعيلة كلها وفيكن تضيفوا منه كمان. حلاوته بتطلع على القد، يعني قد قلنا بنعمله ولا مرة حسينا انه حلاوته زيادة، بالعكس بيحمل ينحط اي صوص شوكولا او اي شي حلو فوقه كمان. وهيك صار فيكن تحفظوها وتعملوها امتى ما بدكن. 4 بيض 3 طحين 2 سكر 1 حليب 1 زيت نباتي، وبيكون عندكن أطيب كيك. يلا أنا ناطرة تطبيقاتكن، اعملوها وصوروا لي إياها. صحتين وهنا.